لغز عاش أكتر من 130 سنة والقاتل أذكى من الكل. لندن سنة 1888 والضباب مغطي كل حاجة. شوارع حي وايت تشابل ضيقة ومظلمة، وفي وسط ده كله تسمع صراخ 5 نساء اتقتلوا بطريقة وحشية، واللي قتلهم لسه مجهول لحد النهاردة. في الحلقة دي هنتكلم عن رعب عاشت في لندن، جاك السفاح. ما تنسوش تشتركوا معانا في رحلتنا وتعملوا اشتراك للقناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وقولوا لنا في التعليقات تحبوا تعرفوا عن مين تاني. تخيل الشوارع الضيقة، الريح بتخبط في البيوت والضباب مغطي كل حاجة. الناس خايفة تمشي بالليل والفقر باين على كل شارع، والقاتل بيتمشى وسط الناس محدش يعرف عنه حاجة، حتى الشرطة مش عارفة حاجة. الحي كله كان مليان أسرار، والسر الأكبر جاك السفاح موجود بين الناس مستني اللحظة اللي يضرب فيها تاني. جاك السفاح طريقة جرايمه كانت لغز يساوي لغز هويته بالظبط. شق حناجر الضحايا وتشويه الجثث بمهارة توحي بمعرفة طبية أو تشريحية كبيرة، كأنه عالم تشريح أو دكتور جراحة. أول ضحية كانت ماري آن نيكولز، امرأة بسيطة بتعيش في حي فقير. حياتها كانت عادية لحد ما قابلت جاك السفاح. جثتها اتلقت في شارع مظلم. الجريمة كانت دقيقة ومترتبة، كأن القاتل يعرف كل زاوية في جسمها ومخطط لكل حاجة بالظبط. الشرطة كانت محتارة، بس مفيش أثر ولا أي دليل ولا أي شاهد قادر يوصفه. بعدها ظهرت الضحية التانية والتالتة، نفس النمط، نفس الدقة ونفس الغموض. آخر ضحية مؤكدة كانت مينا هاريسون. الشرطة حاولت تحل اللغز، لكن جاك السفاح دايما سابقهم بخطوة، وكل اللي بيلحقوا منه هو ظله اللي عايش لندن كلها في رعب. اسلوب جاك السفاح ده مش مجرد قتل، ده كان علم، وكأنه بيذاكر تشريح او بيطبق علمه على ارض الواقع. 15 أكتوبر سنة 1888 وصلت رسالة للرئيس حي وايت تشابل، عنوانها من الجحيم، وكان معاها مفاجأة: نص كلية بشرية محفوظة في إزازة نبيل، ومحتواها إنه أكل النص التاني من الكلية، وكانت لذيذة جدا. وآخر الرسالة إمضاء جاك السفاح. على مدار أكتر من 130 سنة ظهر أكتر من 100 مشتبه بيه ومفيش جواب. سنة 2025 شهد التطور في حل لغز جاك السفاح. أعلن الباحث والمؤلف راسل إدواردز، مؤلف كتاب نيمينج جاك ذا ريبر، عن تأكيد هوية القاتل من خلال تحليل متطور للحمض النووي أرون كوزمونسكي. طيب وإيه الدليل؟ استخلص الحمض النووي من شيل بجانب جثة الضحية كاثرين إيدوز، وطابق الحمض النووي لنسل أرون، وكان أرون من أبرز المشتبه بيهم. برغم ادعاءات راسل، انتقد الكثير من الخبراء والعلماء النتائج دي بسبب وجود احتمال لتلوث الشل بالحمض النووي في السنين دي كلها، وكمان بسبب أخطاء تقنية في تحليل البيانات الجينية المنشورة. 5 نساء، قاتل مجهول، ولسه لغزه مستمر، جاك السفاح.